أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. أتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. موضوع حلقتنا النهاردة طبعا زي ما هو باين من عنوان الفيديو بتاعنا، هنتكلم عن الملكة أحمس نفرتاري. وأي حد عايز يشوف الموميا بتاعة الملك أحمس نفرتاري هيقوم بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، وللأسف ممنوع تصوير أي موميا من هناك. أنا شفتها بصراحة بس للأسف زي ما قلتلكوا كان ممنوع التصوير. المهم ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش أكتر من كده. هنتكلم عن تابوت الملك أحمس نفرتاري وأهمية الملكة والألقاب الملكية بتاعتها. في البداية كده كانت الملكة أحمس نفرتاري شخصية بارزة في التاريخ المصري القديم، وهي كانت بتكون زوجة للملك أحمس الأول وبتكون أم للملك أمنحتب الأول. وتم العثور على الموميا بتاعت الملكة في مقبرة ملكية، يا ترى فين؟ كانت في الدير البحري، وتم التعرف عليها على إن هي موميا لامرأة بتتراوح عمرها ما بين 65 ل75 سنة. كانت أحمس نفرتاري بتحمل الكثير من الألقاب، منها ابنة الملك وأخت الملك وزوجة الملك وكمان زوجة الإله أمون. تم تكريمها كتير جدا بعد وفاتها، وتم عبادتها كإلهة في طيبة، وكانت أول امرأة بتحمل لقب زوجة الإله أمون، وده إداها مكانة رفيعة وكبيرة جدا في الديانة المصرية القديمة. كانت الملك أحمس نفرتاري مش مجرد ملكة وبس، لأ دي كانت شريكة فعلية في حكم مصر. تم تسجيل اسمها على الكثير من المعابد والآثار في الكرنك وفي الدير البحري، وده بيبين ويعكس لينا مدى تأثيرها ونفوذها حتى بعد وفاتها. كمان تم تبجيلها إلى جانب ابنها أمنحتب الأول. بالنسبة للتابوت الملكي بتاع الملكة أحمس نفرتاري، تم العثور على التابوت الملكي ليها في مقبرة ملكية في منطقة بتسمى دراع أبو النجا، وبيعتقد إن تابوتها ده تم نقله لهناك من أجل حمايته من السرقة. بتحتوي المقبرة الملكية للملك أحمس نفرتاري على مجموعة من المومياوات الملكية اللي تم نقلها من مقابرها الأصلية خلال فترة الاضطرابات اللي احنا طبعا عارفينها لحمايتها من النهب. كمان الملكة أحمس نفرتاري عاشت خلال فترة انتقالية مهمة جدا في التاريخ المصري القديم. زي ما قلنا إن هي كانت زوجة للملك أحمس الأول، واللي كانت بتسانده في إن هو يحرر مصر ويطرد الهكسوس منها. كمان قام الملك أحمس الأول بتوحيد مصر من جديد، وده مهد الطريق لعصر الإمبراطورية المصرية العظيمة في الأسرة ال18. وزي طبعا زي ما احنا عارفين إن الملك أحمس كان أول ملوك الأسرة ال18، وبداية الأسرة ال18 كانت بداية لعهد أو لفترة جديدة في مصر القديمة، وهو عصر الدولة الحديثة. بس كده كانت نبذة بسيطة ومختصرة جدا عن الملك أحمس نفرتاري. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.